يا مساء الفل، هنعمل مع بعض صينية المكرونة بالبشاميل. معانا 4 بصلات نفرمهم في الكبة ونحطهم على النار من غير زيت ومن غير أي حاجة. بعدها نحط نص كيلو لحمة، هي كده كده اللحمة فيها دهون فمش محتاجة إن احنا نحط زيوت أو مادة دهنية. معانا حلة على النار فيها مية بتغلي ومعلقة صغيرة ملح. ننزل المكرونة ونقلب، وبعدها ننزل معلقتين زيت كبار ونقلب تقليبة صغيرة، وإيدينا في اللحمة برضو بنقلبها عشان ما تتلسعش. كده المكرونة استوت بعد 7-8 دقايق بالظبط. بصفيها، أبهر اللحمة، معلقة كبيرة فلفل أسود، معلقة صغيرة ملح، احتجت أحط أكتر، معلقة كبيرة بهارات لحمة. أقلب ده كله مع بعض. نقول مع بعض طريقة البشاميل: كيلو لبن، كوباية دقيق، كوباية مية، 2 بيضة، معلقة فلفل أسود كبيرة، ملح، نص معلقة بهارات على جوز الطيب، حوالي 4 معالق زبدة على 5 معالق زيت. أحط الزيت على النار، وبعدها أنزل بالزبدة، أقلبهم كويس قوي. وبعدها أنزل بالدقيق، أنزل كمية الدقيق كلها وأقلبها كويس قوي لحد ما الدقيق يختفي خالص من الزبدة. هحس إن هي جمدت كده شوية في الأول، وبعد كده أفضل أقلب. تمام، ما خلاش تتحرق مني ولا لونها يتغير، يعني بتبقى حاجة ذهبي كده خفيفة قوي، عشان لو لونها غمق هتخلي البشاميل نفسه غامق وأنا مش عايزاه كده. تمام. ميزة البشاميل اللي معايا إن لا بتحتاج لا جبن ولا بتحتاج لكريمة طهي، حاجة بسيطة كده خفيفة. حباكوا تجربوا الطريقة ديت وتشوفوها هتبقى طعمها عاملة ازاي وخفيفة قد ايه، مش دسمة خالص، وسهلة قوي وناجحة بإذن الله. وأي بنوتة صغيرة حابة تجربها سهلة بالنسبة لها، مش صعبة. هنجيب كوباية مية وننزل عليها واحدة واحدة، ننزل ونقلب، ننزل ونقلب، احتاجت بنحط تاني. تمام. نقلب واحدة واحدة كده، ما تقلقوش خالص، هي الكتلة اللي موجودة دي كلها هتتفك بعد كده. بالمضرب السلك واحدة واحدة كده نفك. حسيت إن الخليط جمد شوية أنزل باللبن على طول. تمام. مش محتاجة خلاط خالص،
بايدينا كده واحدة واحدة. بدأت تفك سنة اهي. هننزل بباقي اللبن. تمام. ونقلب. المنظر بقى اخف شوية من الاول. استمر في التقليب كويس قوي. تمام. بص القوام بتاعها بقى عامل ازاي. لا تقيل قوي ولا خفيف قوي، الوسط. حسيت ان فيها تكتلات بسيطة او كتل بسيطة، بقلب تاني مفيش مشكلة معايا. حسيت ان هي محتاجة سوائل، يحط يا مية يا لبن. معايا جوز الطيب والبهارات، ملح، فلفل اسود، البيض. هنحاول نقرب الحاجة شوية. هنزل الملح على البيض. الفلفل الاسود. البهارات وجوز الطيب. حاجة بسيطة قوي. ونقلب ده كله كويس قوي مع بعض. تمام كده. ونروح بيهم على البشاميل واحنا موطيين النار خالص. ننزل بالخليط ده على البشاميل ونقلب حلو قوي. وبعدها اجيب المكرونة والبشاميل، انزل مقدار على المكرونة من البشاميل. واقلب كويس قوي. بعد ما قلبنا البشاميل في المكرونة اجيب صينية واحط فيها شوية من البشاميل. واحاول اوزعها كويس قوي في الارضية. وانزل بنص المكرونة. واحاول اوزعها كده. هنحتاج شوية مكرونة كمان انزلهم. واحدة واحدة كده بالراحة. واحاول اسويهم كويس قوي. وبعدها انزل بمقدار اللحمة واسويها برضو كويس قوي. وانزل بالجزء الاخير من المكرونة. واخر طبقة طبقة البشاميل. تمام كده. اوزعها كده بالراحة. اهم حاجة ما اجيش على حرف الصينية عشان ما تتحرقش مني. واي واحدة مكرونة طالعة لفوق بحاول ان انا اضغطها بالمعلقة كده عشان ما تنشفش، او اغطيها بالبشاميل اكتر. تمام. بسوي المكرونة وبوزع البشاميل، واي زيادات
بالمنديل كده بالراحة وبمسح الحراف بتاعة الصينية واحطها على درجة حرارة عالية عشان ما تنشفش مني. ودي كانت النتيجة، حباكم تجربوها ويا رب تعجبكم.